اهلا وسهلا بكم مره اخرى في مطبخ الشاف نجيد. اكيد كي كتعرفوا شهر رمضان على الابواب والناس كتوجد بعض الوصفات استعدادا لهذا الشهر الكريم. نتمنى من الله انه يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه والاجر الوفير. هنا اليوم غادي نبدا معكم انايا بالسفوف اللي هما سلو، واكيد كي كتعرفوا سلو فيه بزاف ديال المراحل باش كيوجد، لكن انا اليوم غادي نوجد معكم بواحد الطريقه اللي سهله 100% ولكن باستعمال الترموميكس. هنا ما غنستعملوا لا زيت لا مواد دهنيه، فقط كل الزيوت غتكون مستخلصه من اللوز والزنجلان. خليكم معايا، لكن غادي نقول لكم انتبهوا لبعض النصائح اللي غنعطي لكم، لانكم الا ما انتبهتوش مزيان تقدروا انكم تخرجوا على الآلة ديالكم. إذن على بركة الله ندوزو ونشوفوا طريقة التحضير مع المقادير. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غادي نكونوا وجدنا المكونات ديال هاد السفوف اللي هي اللوز. غنحتاجو هنايا 250 غرام ديال اللوز اللي رقدناه في المطايب اي الماء غليان وحيدنا القشره وقليناه. لكن طريقه القلي ان فاش كنديروا هاد اللوز يتقلى كنديروه في واحد المقلاة او واحد الكاسرول وكنكبوا عليها الزيت بارد، ولكن ما يكونش عالي عليه الزيت، يكون في المستوى ديالو، لانه باش ما غادي يسخن غادي يعلى هذاك المستوى ديال الزيت. وغادي نحاولوا اننا نقليوه وهو بارد حتى كيسخن، وبشويه بشويه بمجرد ما نشوفوا قرب اللون انه يوجد كنحبسوا عليه. علاش؟ لان ملي كنحيدوه راه كيكمل الطياب ديالو وغادي يتحرق لينا. هنا غادي نحتاجوا كذلك السكر، غنحتاجوا الدقيق اللي حمرناه. فاش شفتوا في الفيديو الاول عطيتكم طريقه باش اننا حمرناه وبعض النصائح اللي هي كنعاودها دائما ملي كنحمروا الدقيق كيبقاو عندنا شي كريات، هذيك الكريات ما نستعملوهمش، هذوك نحيدهم لان هما اللي كيخسروا لنا الدقيق وكيخسروا اللون ديالو. هنا استعملت اللوز حمرته في الفران كتشوفوا هنايا كيتسمع مقرمل. استعملت كي قلت لكم الفران ما قليتش في الزيت وخليت القشره ديالو لانها فيها فيتامينات كثيره. والحاجه اللي استعملت انني غسلته مزيان ونشفته عاد حمرته في الفران. غادي نحتاجوا كذلك المسكه الحره، غنحتاجوا حبه حلاوه، وغنحتاجوا كذلك النافع قرفه، قليل من جوز الطيب او الكوزه، السنجلان كذلك. وهنا الزنجلان هنا حمرته في نفس الشيء، حمرته في المقلاة، ولكن هو كيبغي واحد النصيحه اننا نبقاو معاه ملي كنخدموا، ماشي نديروه ونمشيو ونخليوه يتحرق لينا النص والنص يبقى ما طيبش، يعني نخدموا كميه بكميه. اذا على بركه الله غادي نبداو، لكن غادي نعطيكم واحد النصيحه هنايا بالنسبه للناس اللي يخدموا بالتيرموميكس. ما يمكنش يديروا كميه كبيره. علاش ما يمكنش نديروا هذه الكميه كبيره؟ لان التيرموميكس عنده واحد الجهد اللي ما خصوش يفوتو. الطريقه اللي غادي نديرو هنايا غادي نحاولوا نستعملوا من هاد المكونات اللي عندنا 250 غرام هو الحد الاقصى في كل حاجه. يعني ما نديروش مثلا نص كيلو اللوز، نص كيلو اللوز مقلي، نص كيلو اللوز محمر، نص كيلو الدقيق، لا. اولا غادي يعمر التيرموميكس، ثانيا غادي يقدر الموتور يسخن، لذلك حتى اللي عندنا كميه كبيره غادي نوجدوا هاد المكونات ونخدموا بهم بهذه الطريقه ونجمعوهم في الاخير، لان غادي يعطينا كميه كبيره وفي وقت وجيز، بلا هذيك طحن هذا بوحدو هذا بوحدو عاد جماع دلاك. فهمتوا المقصود ديالي؟ لذلك حاولوا تبعوا بهذا الشكل اللي قلت لكم. ولا شفتوا مثلا كنتو كتخدموا وكطحنوا وحسيتوا رغم انكم ما شعلتوش التيرموميكس، ما شعلتوش ليه الحراره، ولكن شفتوا كيعطي دوك العلامات حمرين، نوقف هذا الطياب في التيرموميكس ونخليه يبرد ونقص من الكميه اللي كنستعمل. علاش؟ حيت ديك الساعه الموتور بدا كيسخن، وداك السانسر اللي كيكون في وسط التيرموميكس كيبين بان كاينه تما درجه الحراره مرتفعه، وبزاف ديال الناس كيخرجوا على التيرموميكس ديالهم بهذه الطريقه. رغم انه روبو ممتاز، لكن ما نتعاملوش معاه بعنف، يعني نحترموه كي كيقولوا في الكوزينه، لان الثمن ديالو شويه طالع. اذا على بركه الله غادي ندوزو ان شاء الله ونوجدوا هذه الكميه اللي قلت لكم. كتشوفوا راه كثير عندي هنايا، لكن انا غندير معكم كميه صغيره اللي هي القانون ديالها ديال التيرموميكس. اذا على بركه الله. بسم الله. هنا اول حاجه هذا اللوز هذا كي كنعرفوا سليلو خصها تكون عندنا ديك القرمشه فيه، يعني غادي نحاول اننا هذا اللوز هذا انني ناخذ منه واحد الكميه باش غادي نزين الطبق ديالي او سليلو او السفوف، والباقي غادي نحاول نهرمشو. كي كنعرفوا في التيرموميكس الا بغينا نهرمشوا شي حاجه او نشلضوها كنمشيو دائما بلا فيتاس 5
عفوا بالوقت 5 ولا فيتاس 5. هذه ديما الا بغينا نشلضوا اي حاجه ونكسروها هذاك الشيء اللي كنديروا 5 5. اذا هنا بسم الله غنحاول ندير هنايا واحد 200 غرام تقريبا، وغنخلي 50 غرام للتزيين. احتفظ به على جنب، وغادي نجيو احتفظ به على جنب، وغادي نجيو ان شاء الله هنا غنستعملوا الوقت ديالنا اللي بغينا هو 5 ثواني عفوا هنا، ونستعملوا السكين لدرجه 5. هنا نشوفوا الشكل اللي بغينا، يعني مهرمش وباقي فيه دوك الحبيبات كيبان هنا. غادي نحتفظوا به على جنب، وبلا ما نغسلوا البول ديالنا او الكاس غنعاودوا نخدموا به حاجه اخرى. غادي نجيو وغادي نديروا هنايا 180 غرام ديال السكر، يعني تقدروا تستعملوا السكر بني، السكر عادي، هذاك الطوبات الصغار ديال السكر. لكن غير اللي بغيت نقول لكم الحاجه، انتبهوا لا تستعملوا السكر البني، راه السكر البني كيكون فيه واحد الطعم شويه، لانه اش نقول لكم مازال ما تريطاش، وكيكون فيه داك الطعم ديال القصاب ولا مع بحال النخل، يعني يقدر ياثر لكم على الوصفه ديالكم، رغم ان نقول لكم راه بحال السكر البني بحال السكر الابيض، سكر. اذا بسم الله غادي نديروا هنايا كميه ديال 180 غرام، وتقدروا تجيو حتى 150 غرام حسب شنو بغيتو نتوما. لكن هذه الكميه الجهد الاعلى ديالها او الماكسيموم هو 180. هنا غادي نجيو نضيفوا ملعقه من النافع، كتشوفوا هذه الكميه ملعقه كبيره. هنا صهدت النافع قبل ما نخدم به. بسم الله، ملعقه صغيره من حبه حلاوه، كتشوفوا نصف او راس ملعقه ديال جوز الطيب. ما تكثروش، لان الا بغيتو تعاودوا الكميه وديروا غادي تجيكم كميه كثيره، يعني حاولوا يعني راس ديال نصف او نصف ملعقه صغيره، ما كملهاش هذاك النص ديالها. كتشوفوا هنايا المسكه الحره هنايا تقريبا 5 6 حبات صغار، والهدف من هذه المسكه انها فيها يعني فوائد كثيره، تقدروا تقراو عليها وغادي تعرفوا شنو هي الميزه ديالها. لكن الاهم هنايا انها ماده حافظه لهاد سلو، داكشي علاش كيبقى لينا مده طويله وما كيخسرش. بسم الله، واكيد القليل من الملح. هنا بسم الله غادي نجيو وغادي نطحنوا هاد المكونات. لكن كاينه واحد الملاحظه، وقت ما بغينا نطحنوا السكر، داك السكر كيطلع ملي كنساليو كيطلع، وكنحاولوا كنشموه، يعني راه تنفسناه. لذلك غادي نقول لكم واحد النصيحه، انكم تجيبوا ورق مشمع، حاولوا تجمعوه على شكل هكا وتحطوه على الواجهه وتغطيوه. علاش؟ باش هذاك السكر اللي كيولي بحال السكر كلاصيك ما نستنشقوهش. والحاجه نقول لكم اننا فاش غادي نطحنوه غادي نخليو هذا الترموميكس مطفي على الاقل واحد 2 3 دقائق حتى تنزل هذيك الغبره ديال السكر، عاد اننا نفتحوا عليه. وهذه نصيحه مهمه بالاخص الناس اللي عندهم يعني ضيق التنفس او لا كيعانيوا من الربو، ضروري هذه الطريقه اللي قلت لكم ديروها. اذا بسم الله غنجيو للتوقيت، غنعطيوه دقيقه كتشوفوا يعني 60 ثانيه، وغنجيو للسكين غادي نعطيوه 5. لكن غادي نبداو بشويه، وقت ما شنو واحد 10 ثواني دازت غالبا نطلعوا حتى نوصلوا 10 في السرعه ديال السكين. بسم الله، بسم الله، نحاولوا اننا نفتحوا. كما كتشوفوا ما كاين لا دخان ديال السكر والو، قليله كميه، ولكن ماشي بحال الا حيدنا في نفس اللحظه. نوري لكم ما شاء الله واحد الرائحه ديال النافع، ما شاء الله كثير 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 طيبه. غنحاولوا اننا نجمعوا الجوانب، اكيد هذه العمليه عرفتوها. وهنا غادي نجيو وغادي نضيفوا 250 غرام من الزنجلان، 250 غرام من اللوز. بسم الله، غنضيفوا اللوز هنايا. بسم الله، نديروا الطار ديالنا ما شاء الله. غادي نجيو وغادي نسدو على تيرموميكس. اللي لاحظتوا انني ما ضفتش الدقيق والقرفه لانهم مطحونين، نخليهم حتى المرحله ما قبل الاخيره. بسم الله، هنا غادي نجيو نسدو، ولكن غنحاولوا نحيدوا هذا الكاس الفوق
وغادي نحاولوا اننا نستعملوا السباتول باش نعاونوا اننا نحركوا بها ملي يكون كيطحن. بسم الله. غادي نجيو هنايا غادي ناخذوا 2 دقائق و20 ثانيه لهذا العبار هذا، يعني 2 دقائق و20 ثانيه غادي تعطينا هذاك الماده، غادي تجينا بحال الشكل ديال بخاليني، وغتعطينا حتى داك الزيت ديالها. وغادي نستعملوا السرعه 5 في الاول، وغادي نبقاو غاديين بشويه 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 حتى نوصلوها ل10، ولكن في نفس الوقت كنعاونوا الترموميكس ديالنا بهذه الطريقه هذه ديال التحرك بشويه، ماشي نزربوا بشويه علينا حتى حنا. بسم الله. كي قلت هنايا ندير دقيقه 2 دقائق و20 ثانيه عفوا. غنجيو هنا للسكين وغادي نبداو ب5، وغنخدم بنفس الطريقه اللي قلت لكم ديال لا سباتول. بسم الله. هنا كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش صبح ما شاء الله، يعني صباح متلوق بمعنى الكلمه. واحد النصيحه نقول لكم مثلا، الا كان بعض المرات اللوز ما كيطحنش دغيا ولا حاجه، تقدروا انكم تمشيو مباشره لهنا وغتستعملوا هذا البلاند هذا، في كاع تطحنوا المره الاولى، وغتجيو وغادي تستعملوا تقريبا 10 حتى ل 15 ثانيه بدرجه 8، هذا الا بغيتو. اذا هنا غندوزو للمرحله المواليه، وغنستعملوا هنايا 250 غرام تاع الدقيق اللي حمرناها. بسم الله. واللي بغى مثلا يكون شويه اقتصادي يقدر يضر حتى ل 400 غرام مع هاد الكميه، لكن في الاول غيبدا ب 250 غرام او 200 غرام يقادها، من بعد يقدر يضيفها بيديه عادي من يخدمها في القصريه او لا حاجه. هنا بسم الله انا درت هنا اكثر، نحاول 250 غرام كافيه، وغنضيف هنا ملعقه كتشوفوا ديال القرفه. ونتمنى ان هاد القرفه انكم تطحنوها تكون جديده، يعني مباشره تطحنوها وتخدموا بها، غير هي ما تطحنوهاش مع باقي المكونات، لان ما غاديش تعرفوا داك العود شحال غيعطيكم ديال الكميه. اذا هنا بسم الله غنجيو قلنا هنا ملعقه كبيره ونصف على شكل، وغادي نجيو نفس الطريقه اللي درنا، غنمشيو بها دقيقه، وغادي نحاولوا نبدا نطلعوا من السرعه 5 للسرعه 10، اولا نستعملوا هذا البلاند، نستعملوا علاش لا. بسم الله. غير هو في الاول غادي ما كلوش في البلاند انكم، او هاد الاله هذه في هاد البلاند انكم تغيروا، هي باش ما كتعطي هذاك الامر في الاول صافي كتبقى. غادي نجيو نعطوها 5 15 ثانيه نشوفوا شنو عطاتنا. يعني باقي شويه. غادي نجيو وغادي نضيفوا اللوز اللي ديجا هرمشنا مع الزنجان كذلك، نكملوا به 30 ثانيه. الزنجان هنايا غنستعملوا 50 غرام كافيه، نمشيو للميزان. حيت هنا ما بغيناش نطحنوا، حنا بغينا غير نمزجوا هاد المكونات هادو. نفس الشيء اللوز اللي هرمشنا، وغادي نجيو نعاونوا بالسباتول، ضروري اننا نعاونوا بالسباتول هنايا. بسم الله. 20 سكوند كافيه. او ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، واحد الرائحه اللي شهيه. وبالنسبه للسليو ديالنا كتشوفوا الشكل ديالو ما شاء الله شهي بمعنى الكلمه، مجموع ما هاد الكنابي دينا ما حتى حاجه، كلشي بفضل الترموميكس. اذا غادي كي قلت لكم نكمل الكميه اللي بقات ليا، ولا عندكم شي سؤال او حاجه خليوها لي في التعليق ان شاء الله، وغادي نجاوب عليكم مباشره، لان عرفتوا ما كنتعطلش في الجواب. وحتى نتوما ما تنساوناش من البارطاج والاشتراك والتعليق الجميله. اذا على بركه الله نكمل الكميه ونتلاقى معكم في التقديم النهائي. بعد جميع المراحل اللي شفنا مع بعضنا صبح سلو او صفوف واجدين كي كتشوفوا ما شاء الله، كيبانوا مدسمين، يعني اش نقول لكم من دون اي زيت،
هنا غتشوفوا تقريبا كي داير الشكل ديالهم، يعني من الداخل يعني اش نقول لكم راه شاهيين بمعنى الكلمه. وحتى السكر ما جاش فيهم كنقولوا حلو بزاف، يعني الذوق هو هذاك. والاهم هنايا هو انه هاد السلو او هاد السفوم ممكن تحتفظوا بهم لمده طويله. علاش؟ لان فيهم ماده حافظه اللي هما المسكر الحره. ثانيا ما فيهمش شي ماده دهنيه حيوانيه اللي غتقدر انها كنقولوا كتحماض لينا بحال مثلا الزبده. غير الا فات فيها اننا خلينا في داك الحليب ديالها او البتيلي مده معينه انها كتحماض وكيجي داك المذاق بحال فيها السمان بحال حاجه. لكن الحمد لله بفضل تيرموميكس وهذه الوصفه هذه يعني كل شيء مضبوط فيها بالجرام بالوقت، وحتى كتعرفوا اشنو وجدتوا فيها، وكتبقى معكم مده طويله. تيقوني راه وصفه هائله. لذلك غادي نقول لكم رمضان مبارك سعيد، ونتمنى من الله ما تنساوناش بنجيم بارطاج والاشتراك، وحاولوا انكم تشجعونا باش تلقاو وصفات جديده كذلك. والناس الجداد ما تنساوش انكم تضغطوا على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الجديد في هذا رمضان. اذا نقول لكم شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.